سensei يعني ايه ايكيدو؟ ايكيدو هي كلمة يابانية منقسمة لثلاث مقاطع. اي كي دو. اي يعني الطريقة والتناغم والانسجام، ودي بتظهر جدا وموجودة في خطوات الايكيدو والتايساباكي. الكي هي الطاقة الكامنة او الطاقة الداخلية اللي بتستخدم في الايكيدو، ودي لها تمارين كتير جدا وتمارينها يعني شبه صعبه بس بتنفذ. وممكن تلاقي ناس كتير جدا في حياتها العاديه او في مواقفها العاديه ممكن تعمل الكي من غير ما تحس. انت تلاقي حد مثلا وهو بيتخانق او هو بيعمل او هو منفعل جدا، تلاقي الادرينالين عنده عالي جدا جدا جدا، تلاقيه شال حاجه مستحيل في حياته الطبيعيه انه يشيلها ويروح راميها. هي دي الكي، هو استخدم طاقه مره واحده باندفاع مره واحده. لو جه عملها بعد كده من غير ما يكون في نفس الحاله اللي هو كان فيها دي ما يقدرش يعملها. لكن الكي نفسها بتستخدم وليها تدريبات الواحد ازاي يستخدمها. الدو معناها الطريقه، يعني الايكيدو معناها طريقه الانسجام والتناغم واستخدام الطاقه الداخليه. طيب يعني ايه ايكيدو برضو؟ ايكيدو يعني اخضاع الخصم والسيطره عليه. الايكيدو يعني ايه برضو؟ الايكيدو يعني انهاء اشتباك من بدايته. الايكيدو هو التناغم العضلي الحركي العصبي. شكرا. بس